بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. الحلقه دي متعلقه او خاصه بكل من هو ساكن في ايجار قديم. الايجار القديم اللي هو انهي؟ اللي هو ما قبل سنه 96، مش الايجار اللي هو 59 سنه. وفي حلقه مهمه جدا هعملها للناس اللي ماضي عقود 59 سنه بعد سنه 96. ان شاء الله هنزلها قريب جدا. الحلقه دي فيها معلومه مهمه او فيها بعض النصايح اوجهها للسكان بتوع العقود دول. العقود دول عندكم كده حوار تاني عايز اتكلم فيه معاكم او اعمل لكم فيديو عشان تفهموا حاجه مهمه الناس كتير بتسالني عليها. فانا طبعا بس الحلقه دي مهمه شويه، هتكلم على السكان اللي القانون القديم الاول عشان دي تصريح مهم خارج من وزير الاسكان، وحابب ان انا اقوله عشان ممكن ناس كتير ما تعرفش المعلومه دي. فانا حابب اوصل لكم المعلومه اللي بتقولها الحكومه اول باول، والحمد لله انا كل معلوماتي بجيبها عن طريق المسؤولين في الدوله، ما بجيبش كلام من الهواء. تمام. ايه التصريح اللي اتقال؟ وده كان في التلفزيون، يعني مش تصريح اتقال كده في ورق ولا جرايد ولا بتاع ولا سوشيال ميديا، ده تصريح اتقال في التلفزيون. ايه بقى اللي قاله معالي الوزير الاسكان عشان برضو الناس تبقى فاهمه للسكان القانون الايجار القديم او اللي هم يخضعوا للتعديلات اللي تمت. طيب اول حاجه بيتقال ان في حوالي 238 الف وحده جاهزه التسليم حاليا تحت ايد الوزاره. دي شقق موجوده وجاهزه. طب الشقق دي جت منين؟ او الشقق دي اتعملت امتى؟ ولا الشقق دي ظروفها؟ الشقق دي كانت تحت ايد القوات المسلحه. القوات المسلحه كانت قايمه بالتجهيز وكانت قايمه هي بالدور كله. طبعا كل الدعم وكل الفخر بجيشنا المحترم الجيش المصري العظيم. فاداها لوزاره الاسكان عشان خاطر دي تبقى دعم للوزاره عشان موضوع الشقق بتاعت او ازمه القانون القديم طبعا. فانت بتتكلم في 238 الف وحده، طبعا ما شاء الله، يعني عدد مش قليل طبعا، كربع مليون وحده جاهزين حاليا. طبعا لسه بقى اللي هتنشئه الدوله كدوله بقى، يعني احنا طبعا بنتكلم على حاجه جاهزه تبع الجيش، دي طبعا حاجه طبعا يعني محترمه. لسه بقى طبعا الدوله لما تكمل، فانت بتتكلم في ربع مليون وحده اوريدي جاهزين. طيب ايه اللي هيتم الفتره اللي جايه مع الوحدات دي او مع اللي هيتم طبعا انشاؤه بعد كده؟ هيتم انشاء موقع. الموقع ده المفروض ان كل من هو محتاج شقه من السكان دول ما عندهمش بديل او ما عندهمش حل تاني غير ان هو يشوف شقه يعني، او ما عندوش امكانيه بمعنى اصح، هيتنشئ موقع. الموقع ده المفروض ان الناس هتخش تحط الداتا بتاعتها، وطبعا الداتا اللي هتبقى مطلوبه ساعتها هتبقى فيما معناه يعني، او مضمون الداتا تبقى ايه، اللي هو طبعا دخلك قد ايه، حالتك الاجتماعيه وضعها ايه، عدد الاسره مثلا، العقد بتاعك، الايجار بتاعك بتحطه، يعني كل الداتا بتاعتك بتحطها عشان هم يبداوا يشوفوا الفئات اللي محتاجه بقى، يعني ده هيبقى محتاج ايه وده هيبقى محتاج ايه وده هيبقى محتاج ايه، ويتقسموا. طبعا مش كل الناس اللي قاعده في قانون الايجار القديم هتاخد شقق زي بعضيها، لا، كل واحد على حسب الحاله بتاعته وعلى حسب وضعه ايه، عشان يبقى الموضوع فيه دقه ويقدروا يوصلوا الشقق للناس اللي محتاجه فعلا. مش ان واحد يكون مثلا عنده امكانيه او وضعه الاجتماعي كويس ويقول لك انا محتاج شقه مدعومه، لا، الشقق المدعومه دي هتبقى الناس معينه، الناس اللي محتاجه فعلا. فهيتم انشاء الموقع ده عشان الناس تخش عليه ويقدروا يحصروا الامور بشكل قوي ويبقى فيه مساواه طبعا ما بين الناس يعني. طيب الشقق دي هتتقسم ازاي؟ اللي اتقال ان الشقق دي لما بتبدا ان شاء الله ينزلوا الموقع ويحصروا الناس، هيبداوا بقى ان هم ينزلوا الشقق دي على ثلاث اختيارات او ثلاث مراحل او ثلاث انواع. ايه هما ثلاث انواع؟ اول نوع هيبقى ايجار مدعوم من الدوله وفقا لحاله الاسره، يعني حسب الحاله الدوله هتدعم الشقق دي للناس دي اول حاجه، هتبقى ايجار مدعوم. يعني ايه؟ هيبقى تقريبا بحاجات بسيطه جدا، حاجات يعني ايه اي حد يقدر عليها، ده معنى الكلام طبعا. طب تاني حاجه ايه؟ هتبقى الايجار اللي هو التمليكي، اسمه حاجه كده، اسمه ايجار بينتهي بالتمليك، بيقعد يوصل معاك ل 30 سنه، يعني يفضل الايجار معاك ماشي لحد 30 سنه، وممكن تنهيه بالتمليك على حسب طبعا رغبتك انت والتعاقد مع الدوله. لو انت عايز تتملكه، عايز تفضل مكمل ايجار عادي، دي هيبقى الاختيار قدامك. فان شاء الله برضو دي خطوه كويسه، ودي المرحله الثانيه او النوع الثاني. اما النوع الثالث هيبقى على نظام اللي هو الاسكان الاجتماعي العادي بفايده 8% لمحدود الدخل و12% لمتوسط الدخل، زي الشقق تقريبا اللي بتنزل حاليا لبقيه المواطنين. يعني الشقق اللي نازله حاليا اللي بتنزل اللي هو الاعلان اللي هينزل المفروض خلال الايام اللي احنا فيها دي، في اعلان نازل متوسط ومحدود الدخل، وفي كان اعلان نازل في شهر 12 اللي فات، وفي شقق بتبقى طبعا مستواها اعلى شويه، بتبقى حاجه ثانيه هتبقى شبيهه بكده، بس هتبقى برضو ايه يعني لحد ما سعرها كويس. دي للناس اللي هي ايه، اللي هي اللي يعتبر الحاله الماديه اللي عندها
كويسه او بياخد مثلا دخل كويس هو هيبدا ياخد المرحله دي. لكن الناس اللي هي هتبقى ظروفها صعبه شويه هتبقى متقسمه على الايجار المدعوم والايجار التمليكي. طبعا الكلام ده كله يا جماعه متعلق بسكان الايجار القديم، مش لاي مواطن. يعني مش اي مواطن ينفع يقدم في الموضوع ده، لا الناس اللي تخضع لقانون الايجار القديم واللي المفروض هيطبق عليها التعديلات اللي تمت وبموافقه طبعا مجلس النواب، وفي انتظار تصديق السيد الرئيس على القرار عشان يتنفذ رسمي في خلال 30 يوم من موافقه مجلس النواب. يعني احنا بنتكلم تقريبا في شهر من تاريخ موافقه مجلس النواب ان المفروض القرار ده هيتنفذ. يعني مثلا بنتكلم على اول 8. فاول 8 دي لما تحسب 3 شهور عشان يبداوا يجهزوا الموقع ويبداوا الناس تحط بياناتها ويبدا الناس تشوف الدنيا فيها ايه، فبنتكلم مثلا على اخر السنه، يعني على بدايه 26 ان شاء الله ممكن الامور تمشي بشكل طيب والناس ممكن تبقى مجهزه امورها وحياتها قبل انتهاء 7 سنين بكتير ان شاء الله باذن الله. فده كان خبر مهم حبيت انا اطلع اقوله للناس، ويا جماعه اللي يشوف الفيديو يشير عشان المعلومه توصل لغيرك، عشان في ناس كتير ما بتعرفش توصل للمعلومات دي. فانا الحمد لله اي معلومه بقدر اوصل لها بحيث ان هي هتفيد الفئه بتاعه القانون الايجار القديم بطلع اقولها. واتمنى الفيديو يكون عجبكم وان شاء الله خير باذن الله في اللي جاي. وتحياتي ليكم يا جماعه، وانتظروني في فيديوهات ثانيه بكل المعلومات الجديده اللي ممكن تنزل في اي حاجه تخص التعديلات اللي جايه ان شاء الله. تحياتي ليكم ويا رب الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم على خير.